لسه محتار ومش عارف تختار المجال، اعمل اختبار بسيط. عين مثلا ليك 30 يوم، اختار مجال واحد فقط، مش مثلا 3 مجالات ومش كل يوم فكرة جديدة. لا، خليك في مجال واحد فقط لمدة 30 يوم. وخلال الشهر ده اعمل 3 حاجات مهمين. أول حاجة اتعلم الأساسيات من مصدر واحد أو اتنين، بلاش فكرة ال20 كورس اللي أنت بتقعد تشوف فيديو من كل كورس فيه. تاني حاجة اعمل 3 نماذج لشغل بسيط في المجال ده. تالت حاجة شوف السوق وافهم العملاء بيطلبوا إيه بالظبط. وبعد 30 يوم اسأل نفسك، هل فهمت المجال أكتر؟ هل قدرت إن أنا أطبق وحسيت إني ممكن أكمل في المجال ده؟ طب هل في طلب حقيقي في المجال؟ هل ان انا اقدر اطور نماذج الشغل بتاعتي دي واعرضها واعمل بيها خدمة؟ لو الاجابة اه يبقى كمل، ولو لا عادي جدا يا صديقي ما تيأس. انت ما خسرتش سنة كاملة او ما خسرتش مدة طويلة، انت يا دوب جربت شهر وفهمت نفسك اكتر. وده افضل بكتير من ان انت تفضل سنة كاملة بتقول انا لسه محتار ومش عارف ابدأ في ايه. التجربة الصغيرة احسن من التفكير الطويل من غير حركة.